السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم غاتو ديليس. اليوم راح نديروا مع بعضنا 3 وصفات لحلويات. اولا اقتصادية لانها غير بالزيت، ثانيا للناس المرضى ربي يشفيهم اللي عندهم مشكل مع انزيم الحليب او اللاكتوز، يعني ما يقدروش يستهلكوا مشتقات الحليب كامل. وثالثا هاد الوصفات راح نديرهم بناء على طلب مشتركة معايا طلبت مني هاد النوع من الحلويات، وايضا زدت عليهم شرط اخر ما يكونش فيهم الشيكولا لانه ولدها ربي يشفيه عنده حساسية من هاد المواد. هيا نبداو مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باذن الله راح نخدموا مع بعضنا بسكوي تري سامبل بالزيت. هذا بناء على طلب احدى المشتركات معايا في القناة، قالت لي ديري لي انواع تاع كاطوات تكون ما فيهاش لا مارغرين ولا سمن ولا حليب ولا مشتقات ولا حتى شيكولا، لانه ولدها ربي يشفيه عنده حساسيه من هذه المواد. المقادير تاع البسكوي الاول هو 2 بيضات، 70 غرام تاع سكر عادي، حوالي نصف كاس، انا الكاس تاعي شوي صغير، كاس نفس الكاس اللي كيلت به فرينه، عندي مغرف صغيره ماشي معمره مليح تاع لاليفور، ولافاني وقرصه تاع الملح. بصح بما انه سبيسيال طفل صغير راح نعقبوله في الكلاصاج ونديرلو بيه شكل تاع ايموجي. هيا نبداو على بركه الله. اول حاجه البيض طبعا تاعي بدرجه حراره الغرفه، البيض نديرلو لافاني ونديرلو السكر، انا هنا في هذه المرحله تاكدت برك طلع بقى يخبطي مليح البيض حتى تتاكدي باللي جميع الحبيبات تاع السكر ذابت. هنا دركا بسم الله نلوح الفرينه تاعي مع الخميره ولا لاليفور ورشه برك بسيطه تاع ملح ونكمل نخلط. هذا هو القوام اللي لازم تكون عليه العجينه تاعنا، قل شوي من تاع الصابلي، ماهيش سايله طول وماهيش جامده انها عجينه. ونجيب بلاطو ندير فيه ورق الطهي ونشكلها قدامكم. انا هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها، واني مدايره هنا بلاطو فوق ورق طهي ثبته برك بقطرات من هذه العجينه باش ننجم نتعامل معاه، ومدايره قدامي حاجه صغيره فيها الماء. دركا واش نديرو ماء مش زيت. دركا واش ندير يدي برك بسيطه ونحاول اني نشكل كرات بالطريقه هذه ونحطها نبلاطيها شويه برك، نحاول انه الكرات كامل يكونوا قد قد بعدهم شوي على بعضهم. طريقه سهله جدا. انا نكمل البلاطو تاعي ونرجع لكم. هذا هو الكاطو اللي خدمناه مع بعضنا. دوك انا بعد ما كملت الدوائر تاعي حاولت اني نديرهم كامل تقريبا قد قد. انني عندي سنيوه واحده يطيب في الكوشه وهذه الدوزيام. للامانه برك هذا الكاطو مش زاكي، الكميه اللي خدمتها معاكم خرجت لي حوالي 30 حبه، ولا كنتي حابه انت كميه اكبر ضعف المقادير على خاطر ما فيه والو، ما فيه لا زيت لا حليب لا والو اللي يزكي الكميه، راهو الا بيض وسكر ولميناه بالفرينه. هذا الكاطو يطيب في فرن متوسط مام با 10 دقائق ماكسيموم ربع ساعه الا كنتي تحبيه فريمون حمر، على خاطر ثاني ما فيهش الروح، ما فيه والو اللي يطيب. انا نروح نطيبهم وكي يطيبوا نرجع لكم. ودركا نجيو للوصفه الدوزيام اللي راح نديروها نهار اليوم. راح ندير مسكوتشو، مسكوته عادي بصح بطعم القارص، وراح نغلفها بكلاصاج ثاني بطعم القارص. واش نحتاج في المسكوته تاعي؟ نحتاج 2 بيضات، كاس سكر. انا هنا كي نقول لكم كاس سكر شوفوا الكاس تاعي اللي استعملته في القياس راهو شويه صغير، هذا يدي ونحاول كيفاش
حوالي ربع صباع. انت الا كنتي راح تستعملي الكيسان العاديين تاعنا تاع الماء راك ديري نص كاس، زوج بيضات، كاس سكر، كاس زيت، حوالي زوج كيسان فرينه، ولا فاني مبشور بالليمون لو زاست. وراح نستعمل اليوم عطر الليمون، انا نستعمل ديما هاد الماركه. هذا راهو عطر الليمون ملون وفي نفس الوقت عطر الليمون حلو، ماشي كيما هذاك اللي نديروه في المخبز. نبداو. خلطت شويه البيض، نزيد له السكر ونحاول اني نذوبو. في هذه المرحله نلوح لافاني تاعي، شويه بقطع لافاني. في هذه المرحله نلوح شويه بقطع لافاني، مانيش محتاجته بزاف لاني عندي لوزاست. نلوح لوزاست تاعي تاع القارص، هي شويه لبس بها كميه كبيره باش تنكهلي مليح. ونلوح حوالي ملعقه من مركز الليمون. ونزيد الزيت تاعي، بسم الله. انا هنا نسيت نقول لكم برك على ليفير، ما ذكرتهاش مع الاول في المقادير. نرمي الكاس الاول تاعي تاع الفارينه ونعاود نكرر. انا هاد الكيسان راهم صغار، راهم ارفد شويه برك من تاع لاتاي اللي راني نكيل بهم. انتي الا ما عندكش استعملي زوج بيضات لنص كاس من تاع الماء العادي، ولا ربع بيضات الكاس. هنا ندير لا ليفير ونحرك. انا هذا القوام المناسب اللي راني نحوس عليه المسكوته تاعي. دركا نجيب مول ندير له الفارينه، دوكا نجيب مول ندير له شويه زيت والفارينه باش نحط فيه الخليط تاعي ونرجع لكم. انا هذا هو المول تاعي اللي راح نستعمله اليوم. درت له الزيت والفارينه ونهبط فيه الخليط تاعي، بسم الله. نحاول اني نخلط هكا باش يتساوى معايا وتخرج لي اي فقاعه تاع هواء. كملاحظه فقط دائما خلي مسافه هنا حوالي ثلث المول تاعك باش تعطي مساحه مناسبه للمسكوته تاعك انها تطلع. درك انا واش ندير، انا سخنت الفور. كي كنت نخدم كنت سخنت الفور قوي مليح، ندخل المسكوته تاعي وهو الفور هكاك قوي 5 دقائق بالضبط، ونعاود نهبط الفور تاعي نلحقو لدرجه متوسطه ونحطها في الرف الاوسط وهي شاعل عليها من التحت ونخليها طيب. كي ندخل موس ونلقاها طابت نطفي لها من تحت ونعاود نشعلها من الفوق، ودائما راهي في الرف الاوسط. انا نطيب المسكوته تاعي ونرجع باش نديرو مع بعضنا الكلاصاج. هذه هي المسكوته اللي خدمتها معكم اليوم، خليتها حتى بردت مليح وقلبتها باش ما تتفتتليش. ودوكا راح ندير لها الكلاصاج. الكلاصاج تاعنا او الطبقه اللي راح نحطها من الفوق عباره عن عندي سكر كلاصي، عندي شويه من عصير القرص، وعندي الالوان. هذا الطبقه هذه باش ما تجيش شفافه معايا لازم كاي كلاصاج لازم ندير لها شويه من لا كولور بلون، ومن بعد تيك نلونها باللون اللي حباته. انا هنا اللون اللي حباته هو لون الليمون، راح نستعمل ملون اصفر الليمون بودر. دوكا واش ندير، نبدا نضيف
هنا عندي حوالي نصف كاس الكميه هذه. نبدا نزيد بالمغرف برك ونخلط ونشوف. نزيد مغرف اخرى. انا هنا نشوف فيه شوي جاري، لازم نزيد له شويه سكر. هاني جريت وشوفوا كميه نص كاس. صافي نتوما صافي الكيل تاعنا واش راح يكون. صراحه انا هاد الحوايج نخدمهم عيني ميزاني، بصح باش نعطيكم الكيل اكزاكت هنا راني درت نص كاس سكر معاه زوج مغارف جرالي. صافي انتي واش ديري نص كاس سكر معاه مغرف وربع ولا ونص تاع هذا هو القوام المناسب باش ما تسحليش فوق المسكوته تاعي. هنا راح ندير الملون الابيض باش ما تجينيش شفافه. نخلط من بعد نضيف القليل من الملون الاصفر ونشوف. انا بالنسبه لي هذا اللون والقوام مناسب جدا. دوكا المسكوته تاعي بعد ما طيت لها الوجه تاعها نخليها تنشف واحد الساعه. دوك ينشف معايا هذا الكلاصاج ليه لانه السائل اللي استعملناه هو سائل الليمون، وبالتالي كيما الكلاصاج تاع المخبز وهذاك دوك ليه تنشف معايا. انا نحطها على جنب حتى تنشف ومن بعد نزينها. وهذه كانت المسكوته اللي خدمناها مع بعضنا اليوم، والكلاصاج هذاك اللي حطيته فوقها ها نشف معايا ليه بيسك ما فيه والو. القارص راح ينشفوه بسرعه. وزينتها بحبيبات تاع القارص، وطبعا التزيين اختياري. دوك انا نضمن لك البنه والتزيين هذا شيء يرجع لك. ودوكا نجيو الجزء الثالث من لا فيديو تاع اليوم. ثالث حلوه راح نديروها معانا اللي هي عباره عن بوب كيك. هذه وش هي؟ من المسكوته اللي طيبتها معكم مقبل عاودت درت واحده اخرى بصح ما درتش فيها القارص عادي ساك، ونقصت لها شويه في كميه السكر. درت الا زوج مغارف كبار في زوج حبات بيض. علاش؟ على خاطر راني راح نطمها بالفوندون باش ما تجينيش حلوه بزاف. هاد المسكوته راني رحيتها عقبتها في الروبو. نزيد عليها شويه تاع كاوكاو مقلي، وطبعا نوع المكسرات انت اللي وانك حابه ديري اي نوع مكسرات نورمال. دركا نبدا نعجن نضيف بشويه برك الفوندون تاعو. هي نورمالمون الغوصات الاصليه تاع البوب كيك انك تحكمي الجينواز تخلطيها مع اي نوع من انواع الكريمه، يسمى طميها بالكريمه وتشكليها كرات. انا هنا درت مسكوته لانه صديقي اللي مدايره في خاطره الحلقه هذه عنده بروبليم مع الزبده والسمن، وانا لا جينواز تاعي نلوح فيها الزبده. وثانيا عنده بروبليم مع مشتقات الحليب، وبالتالي مش راح نقدر ندير له نوع من الكريمه. ما على بها خممت في الفوندو. انا هنا الفوندو تاعي ذوبته شويه برك باش يساعدني اني نقدر نجمع به. نحاول اني نجمع، ديري بشويه برك ما تكثريش. نحاول اني نجمع خليط. نحاول اني نجمع عجينه. من هنا نزيد شويه. وديجا الجينواز ولا المسكوته اصلا قابله للعجن بلا والو، كم تكعبريها في يدك تتعجن. بصح حنا زياده في البنه وفي القوام. انا نجرب. راهي تتلم معايا كره. هنا نحبس. دوك انا نشكل كرات بهذا الحجم تقريبا حوالي 40،
وانتي الا كان حصل ولا تقدري ديريهم في القوالب كما اللي درناهم في وصفه العرفان الروشي. انا لاني موالفه بهم وعيني ميزاني راح نديرهم كرات هكا برك ونحطهم في الفريجيدير يشدوا رواحهم شويه ونرجع. درك انا هنا بعد ما دخلت العجين تاعي الفريجيدير برد شويه باش يساعدني في التشكيل، شكلت كرات الحجم اللي حبيتي. من الافضل بك يكونوا مقدرين هكا شويه، ونحكم العصي هادو تاع البوب كيك. دوك انا واش ندير لهم، هو نورمالمون تغطسيهم في الشيكولا ولا في الكلاصه تما واش راح ديري. انا لاني هنا مستعمله الفوندون نغطسها هكا بك في الفوندون وندخلها فيها لداخل باش من بعد نقدر نحكمها منها وما تطيرليش. ديري كميه مليحه لانه مش كيما الشيكولا راح يجمد معاك. الفوندون قد ما يجمد ما يجمدش مليح مليح كيما الشيكولا. انا هنا نكمل الكميه تاعي ونعاود ندخلها الفريجيدير باش تشد روحها مليح نقدر اني نكلاصيها. هنا واش راح ندير لها، انا راح ندير لها في كلاصاج نفس الطريقه اللي خدمتها معكم من قبيل اللي حطيناه فوق المسكوته، لانه مالوغوزمون انا الكلاصاج اللي نخدمو المخبز وكامل فيه الحليب ما نقدرش نديرو في الوصفه هذه، ونفس الشيء ما نقدرش ندير الشيكولا. مالا ندير نعقبهم في كلاصاج كيما اللي خدمته معكم في المسكوته تاع موبيل اللي هو عباره عن سكر وقارص فرات. دوك انا هادو ندخلهم الفريجيدير يشدوا رواحهم شويه ونرجع لكم. ودركا بعد ما جمدت معايا مليح هاد الحبيبات ماشي شرط تكونجلا، المهم تبرد مليح من حيث انه هنا كي نحب نمس الفوندو ما يخرجش معايا ونقدر نرفدها من هاد العصي. نقلاص نحاول اني نلوح لها الكلاصاج ونغلفها من جميع نحطها هنا. حاولي انك تسعفيها برك، حاولي انك تسعفيها كي تكوني تخدمي فيها بيسك العصا هذه ماهيش شاده لا بشيكولا ماهيش شاده بالشيكولا يعني كما ينبغي، راهي الا فوندون، راهي الا فوندون قد ما يجمد مش راح يجمد كيما الشيكولا. دوك انا قبل ما ينشفوا نرمي عليهم هاد الحبيبات الملونه تاعي اللي نقترحهم عليكم للتزيين اليوم ونخليهم ينشفوا مليح. وهذا كان الشكل النهائي تاع البسكوي اللي خدمناه بالزيت مع بعضنا اليوم، وتاع البوب كيك اللي خدمناهم كيف كيف ثاني. صراحه انا هذو البوب كيك موالفه كي نخدمهم يا بالشيكولا البيضاء يا بالشيكولا الكحله. كانت اول مره بالنسبه لي اني نديرهم بالكلاصاج وجاو طعمهم ولا اروع. القارص اللي كاين في الكلاصاج كسر هذيك الحلاوه تاع المسكوته وتاع الفوندون، جات ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها. هذه الوصفه الاولى اللي خدمناها مع بعضنا اليوم اللي هما هذوك الكرات اللي هما كرات البسكوي بالزيت بعد ما طابوا. عقبتهم في الكلاصاج نفس اللي هو هذا تاع القارص والسكر فقط، وش هو درت له لون اصفر وبمساعده الالوان الجال وفرشاه رقيقه برك. حاولت قد ما قدرت ان ندير لصديقنا اللي درنا في خاطر الحلقه اليوم وجميع الاطفال اللي كيفوا اشكال هكا باش يفرحوا بهم. والوصفه الثانيه هذه كانت الوصفه الاولى وهذه الوصفه الثانيه، والوصفه الثالثه المسكوته اللي خدمناها مع بعضنا. نتمنى اني نكون وفقت في تلبيه طلب صديقتي اللي طلبت مني حلويات بالزيت فقط بدون حليب بدون شيكولا، بدون حليب ولا مشتقاته وبدون شيكولا. الى عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ما تنساوش تدعموني وديروا لي لايك واكيد تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا.